السلام عليكم، معكم هلا الشيخ. يا ريت تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد وتشوفوا فيديوهاتي وان شاء الله تعجبكم. النهاردة الفيديو بتاعي ان شاء الله هيكون عن كيكة البرتقال. كيكة سهلة وبسيطة وان شاء الله تبقى مظبوطة، بس اهم حاجة نلتزم بالمقادير ونوعية الدقيق ونوعية البيكنج باودر. ونبتدي ان شاء الله. هجيب 3 برتقانات وهعصرهم. بجهز البرتقال الاول. هنا المقادير بتاعتي: كوبايتين دقيق كبار، نص كوباية زيت، نص كوباية لبن، نص كوباية برتقال، كوباية سكر، 3 بيضات بحرارة المطبخ، قشر برتقال، معلقة كبيرة كيك شيف او بيكنج باودر. نلتزم بقى بالمقادير بالظبط. هجيب الطبق اللي هعجن فيه، هكسر ال3 بيضات وهنزل بالفانيليا السايلة وهضربهم كويس قوي بالمضرب. عادي لو ما عندكيش مضرب كهرباء، المضرب اليدوي العادي اللي موجود عندك او الخلاط كمان يعني. هضيف البرتقال، معلقة كبيرة قشر برتقال، وهرجع اضرب تاني. هضربها كويس قوي. هضيف السكر وارجع اضرب تاني لغاية لما السكر يدوب جدا. هضيف نص كوباية زيت وارجع اضرب تاني برضو. دي كلها المواد السائلة بتتضرب كلها مع بعضها. وهضيف البرتقال، اللبن وعصير البرتقال، نص كوباية ونص كوباية تانية، وهضرب كويس جدا. وبعدين هركن المضرب الكهرباء، هركنه على جنب. هضيف بقى الدقيق بس هنخله. الكوبايتين. اهم حاجة يا جماعة نوعية الدقيق، لان في دقيق بيبوظ الكيكة. في نوعية دقيق كويسة اللي هو مخصص للكيكات، ده كويس عشان بس ما نبوظش الدنيا، يعني ما فيش حاجة تبوظ مننا يعني. ومعلقة بيكنج باودر او كيك شيف، وهنا ذرة ملح عشان تحسن الطعم بس. واقلب كويس بقى بالمضرب العادي. عشان الخليط كله يتجانس مع بعضه. هجيب بقى القالب بتاعي، هدهنه زيت وارش عليه دقيق كده، يا قالب يا صينية، المهم اللي موجود عندك. وهضيف الخليط، وهكون مسخنة الفرن عندي على 180، واحط الشبكة في النص واحطه هو على الشبكة. وطبعا مش هفتح عليها الفرن خالص لغاية لما تعلى كده وتبتدي بقى تطلع ريحة، تعرف ان هي ايه، خلاص كده مظبوطة. طلعتها من الفرن وبعد ما بردت بقطعها. مش عايزة اقول لكم بصراحة ريحتها وطعمها
وكل حاجة مظبوطة فيها، لا مسكرة قوي ولا دلعة قوي، ومفيش ريحة بيض طالعة منها، وبجد يعني تحفة وجميلة. يا ريت تجربوها، ويا رب الطريقة تعجبكم، والفيديو يكون ينال اعجابكم، وتتاكل مع كوباية شاي كده بالليل كده تبقى، والصبح، وبألف هنا. وإن شاء الله نلتقي في فيديو جديد مع أكلة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.